السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير بإذن الله. طبعا انا طولت الفترة دي قوي في تنزيل الفيديوهات. معلش بقى، كان عندي ظروف، بس الحمد لله بإذن الله يعني ربنا ييسر الأمور كده وما بقناش نتأخر عليكم بإذن الله. طبعا انتوا عرفتوا انا فين. انا في بيت ابويا، ربنا يرحمه ويرحم امي ويرحم جميع امواتنا ان شاء رب العالمين. وعايزاكم ما تنسوش بقى بصوا طول ما انتوا شايفين الفيديو ده وتشاهدوا الفيديو ده تدعوا لهم مواضيع كتير قوي قوي قوي. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ان شاء رب العالمين. طبعا شايفين السجاده دي سجاده كبيره جدا. انا بعتها كان بعد العيد اللي فات، العيد الكبير. وديناها المغسله اتغسلت، ومرات اخويا دخلتها كده وبتيجي ملفوفه بالكيس زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انا ببقى لما كل حاجه كنت الاول بسيب السجاد، ولما برجع تاني بنضفه، بس لقيته يعني بيبقى صعب عليا جدا، لان بتلاقي الشقه بتبقى فيها تراب او زي ما انتوا شايفينها كده. هي الحمد لله ببقى مقفلاها كلها وبعين كل حاجه وبغطي كل حاجه وبغطي المراتب، بس الستاير بس اللي سبتها متركبه، لان انا كنت غسلاها في العيد وركبتها. بصوا، بيت ابويا بصوا عندي اقول لكم كانه قصر، وانا قلت الكلام ده. شوفوا التراب، تراب كتير جدا. طبعا كل حاجه دي اتغسلت، كل الشبابيك ده بصوا شغلت الخرطوم ومسكت غسيل، بصوا بقى زي الفل والله العظيم. يعني جارتنا ربنا يديها الصحه يا رب بتقول ساعه ما شفت الشبابيك مفتوحه ومغسوله عرفت ان انا هنا. لان هي بصراحه اخواتها ما بيفتحهاش غير لما انا بروح البيت. هو بيتنا الحمد لله الحمد لله. ربنا يرحم امي وابويا اللي سابولي انا بيت زي ده. الحمد لله الحمد لله اللي انا ليا مكان وليا بيت. الحمد لله. مهما يكون بسيط، بس انا شايفه بيتنا ده قصر، وبجد والله العظيم انا شايفه بيت ابويا ده قصر. مسكت بقى الحاجات دي كلها، نفضتها وخليناها فله فله كده انا ومرات اخويا. بس اللهم صل عليك يا نبي. المراتب كان نفسي نطلعها قوي، بس اخويا ما كانش هنا في اليوم ده، فقلت في اي يوم تاني في وسط الاسبوع كده باذن الله هنطلعها. ببقى مغطيه كل حاجه. هنا دي اوضه امي. اول حاجه انا سبحان الله مش عارفة أول حاجة يعني أم وأبويا عندي، بص حاجة تانية، بس سبحان الله أول حاجة ببدأ بيها أوضة أمي. شوفوا الشبابيك مكان ما أنا المية بقى وبالخرطوم وجبت من تحت السراير وخليتها زي الفل. بصراحة الستاير هي سبتها ما غسلتهاش، قلت باذن الله في وسط الاسبوع، بس هي نظيفه الحمد لله. وقلبت المراتب بالشكل ده ونضفتها وخليتها فله كده فله. والله كان هين عليا، مع العلم ان الحيطان مش مدهونه ولا اي حاجه، كان هين عليا اغسلها. هنا بقى بعد ما فرشتها قلت السجاده اللي انت شفتها في الاول الكبيره دي، قلت بلاش مش عارفه الصوت واضح قوي ولا في صوت، اصل انا قاعده في الصاله اللي انتوا شايفينها وقاعده على البتاعه دي. فالمهم قلت بلاش افرش اللي هي السجاده الكبيره ده، وافرش السجاد الصيفي ده، بيبقى خفيف كده واشيله بسرعه وانفضه، يعني ما بياخدش مني اي وقت. الفيديو ده والله مصوراه بقالي كام يوم، وكل يوم اقول له النهارده لا بكره واكسل كده عنه. فان شاء رب العالمين باذن الله ما نطولش تاني باذن الله، ونعمل فيديوهات حلوه ان شاء رب العالمين. وتكتبوا لي تعليقات حلوه كده، وتدعوا لهم وابويا كتير قوي قوي بجد. ربنا يرحمهم ويغفر لهم. وتدعوا لاخواتنا في غزه وفلسطين، طبعا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم موتاهم ويشفي جرحهم. وتقولوا رايكم في بيتنا بقى الجميل المتواضع القمر ده. مسكتها بقى، شوفوا بعد ما بتتنضف تنظيفه. على فكره انا عملتها على يومين مش يوم واحد، لان طبعا ما كنتش قادره. وانا طالعه من اوضه الانتريه من اوضه الانتريه دي رحت واقعه الميه تحت رجلي راحت مزحلقاني وقعت، بس الحمد لله ربنا سترها يعني. الحمد لله. دعوات امي وابويا قاعدين لي، ربنا يرحمهم يا رب. هنا بقى اوضه امي بصوا عملتها والله العظيم، كانت بتحب تفرش اللي هي الحافظه الصغيره دي فوق القياس. مع العلم عندنا سجاد وحياه ربنا، بس هي زي ما هي كانت حباها سبحان الله. انا بفرشها بحس ان هي شايفاني. ومسكت بقى، نسيت اقول لكم التلاجة كان فيها كميه تلج يا بنات. يا لهوي كان فيه تلج كتير جدا في الفريزر ده. فصلته يوم. ما هو ده اللي خلاني كملت بقية الشقة اليوم التاني، ومسكتها غسلتها بقى غسيل بالليفة بقى، وخليتها زي الفل. على فكرة انا اتفاجئت بالمانجا والبلح ده زيكم.
مرات اخويا جابته وحطيته في التلاجة، وانا والله العظيم ما شفته في التلاجة الا وانا بفتحها معاكم. هنا بقى كان في حاجات بقى بهارات وشاي وحاجات وشعرية ومكرونة وحاجات كتير. رصيتها تاني زي ما هي، وايه، وخليت التلاجة زي ما انتوا شايفينها بقت فلة كده، فلة يا بنات. وهنا بقى قطة ابويا زي ما كانت مفروشة، ربنا يرحمهم يا رب. ربنا يرحمهم، ما عادش بقى منهم الا قطة ابويا وقطة امي وحاجة امي وحاجة ابويا. ربنا يرحمهم ويسامحهم ويغفر لهم يا رب، ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، أم وأبويا وجماعة أمواتنا إن شاء الله رب العالمين. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد، مع ألف سلامة وفي رعاية الله.